الحمد لله. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، القائل في تعريف بعد أن أجاب جبريل في الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا، ذلك الحديث الذي دار في حوار معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فأجابه: أعبد تعريف الإسلام: أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. أما بعد، عباد الله، سبق وأن تحدثنا في جمعة ماضية عن عقوبة هجر القرآن الكريم والحياة مع القرآن، ثم ذكرنا نماذج كيف عاشت مع القرآن. أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. ومن خلال الآية التي استفتحت بها الخطبة، أخبر رب العزة الناس كلهم بأنه هو الذي خلقهم، والمعيار الذي يميز به سبحانه وتعالى بين الذكر والذكر، بين الأنثى والأنثى، بين الذكر والأنثى، بين الشعوب والقبائل: التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل الناس أيها الأحباب، لا المناصب ولا المراتب ولا الألوان ولا الأحوال المادية ولا الأجناس، لا الجهات ولا الواجهات، لا الأفكار، كلها لا قيمة لها عند الله عز وجل، فقط التقوى. ذلك هو المعيار وذلك هو المقياس عند رب العزة. ومع القرآن دائما أيها الأحباب، اليوم نحاول بإذن الله ومن خلال إطلالة سريعة التعرف على بعض أصناف الناس حددها القرآن الكريم، أعمالهم وأوصافهم ومآلهم. ونحن نقرأ كلام الله، هل نتدبره إخوة الإيمان؟ هل نسعى لفقه كلام الله عز وجل وفهمه؟ هل علم كل منا وعرف من أي قوم هو ويشبه من؟ الأحنف بن قيس كان جالسا في لحظات تدبر مع القرآن الكريم، فجال في خاطره آية: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. مباشرة راح مسرعا للمصحف. ماذا فعل؟ أين أنا من هذه الآية؟ كانوا يتدبرون القرآن. أين أنا من هذه الآية؟ أنا أشبه من؟ فمر بقوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لذلك أخي المسلم، اسأل نفسك: هل أنت من هذا النوع أم لا؟ ثم مر بقوم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآن ما رأيك؟ هل أنت من هؤلاء؟ ثم مر بقوم وهو يتدبر في كتاب الله عز وجل
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أصحاب الإيثار، هل أنت تنتسب إليهم؟ نتابع مع الأحنف، نتدبر آيات الله عز وجل. هذا العابد الصالح لم يكتفي بذلك، فراح يبحث في كتاب الله، فمر بقوم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لاحظ، أنت فعلا تتجنب الكبائر أم لا؟ وهل علمت ما هي الكبائر أم لا؟ هل أنت من الذين يغفرون، يسامحون، يتسامحون؟ لا مكان للحقد في قلوبهم هؤلاء الذين أشاد بهم الله سبحانه وتعالى. من كبائر الإثم والفواحش أيضا كثيرة لا نستطيع عدها، أفعال وجرائم تنوعت في مجتمعنا المسلم مع الأسف الشديد، منها ظاهرة اختطاف الأطفال. لذا علينا أيها الأحباب أن ندرس الأسباب، لماذا هذه الظاهرة تفشت في مجتمعنا المسلم. على مستوى جماعة المسجد نتناولها، على مستوى أهل الحي الواحد علينا أن نفكر في آليات لحماية أطفالنا من هذه الآفة، من هذه الظاهرة. ما هي الأسباب يا ترى؟ علينا أن نراقب أوقات خروج أطفالنا من المنازل، علينا أن نملأ فراغهم بما يفيدهم. الأحنف بن قيس الرجل الصالح العابد قال تواضعا منه بعد أن قرأ تلك الآية التي ذكرتها الآن: اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء أصحاب الكبائر. ثم واصل وأخذ يقرأ: فمر بقوم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا نوع آخر، إذا ذكر بكتاب الله، إذا قيل له اتق الله يا فلان، إذا قيل له خاف ربي، استكبر ورفض، لأن حقيقة الإيمان لم تتوغل في أعماقه. يعلم ويدرك الحق لكنه مع الأسف الشديد يرفضه استكبارا، يستكبرون. من هذا الداء هو سبب ما يعيشه المسلمون اليوم من فرقة وتناحر وفتن، سببه الاستكبار. ثم واصل: فمر بقوم، ونحن نبحث من أي قوم نحن نشبه، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، إلى آخر الصفات المعروفة. فصاح من أعماقي: يا ربي إني أبرأ إليك من هؤلاء، لست منهم. يتجاوب مع القرآن. لماذا؟ لأنهم ليسوا من المصلين، أصحاب سقر. لا يطعمون المسكين، بخلاء، ويخوضون مع الخائضين، وما أكثر هذا النوع في زماننا. ويكذبون بيوم الدين، مش بالكفر، لا، من خلال سلوكاتهم ومن خلال تصرفاتهم. وما أدراك ما يوم الدين أيها الأحباب. نعم، لو كان كثير من المسلمين لهم اعتقاد جازم ما فعلوا ولا يصدر منهم إلا الخير. وهو يمر حتى وقع على قوله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. ما بهم؟ وش بهم هذا؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
فصارح نفسه، لم يغتر بالتزامه ولم يغتر بعباداته، فقال اللهم أنا من هؤلاء، من هؤلاء. وهذا هو حال أكثرنا. لماذا؟ لأن كل ذلك من توجيهات إبليس عليه اللعنة. مرة يصلي بجد ومرة يتهاون، مرة يصلي الفجر في المسجد في فصل الشتاء، أما في الصيف لا. في رمضان حال وخارج رمضان حال آخر، في المسجد ما شاء الله وخارج المسجد شكل آخر، مع جماعته شكل وخارج جماعته شكل آخر، مرة ما شاء الله في الالتزام ومرة أخرى بعيد عن الالتزام تماما، محافظ على الصلاة ولكن في إثارة الفتن فنان، تجده محافظ على صلاة الجماعة، هذا عمل صالح، لكنه يغتاب غيره من المسلمين، هذا عمل سيء. تجده أو تجد أبناءه وبناته لا علاقة لهم بالإسلام وهو محافظ على الصلاة، أبناءه وبناته لا علاقة لهم بالصلاة، لا حياء ولا أخلاق، والأمثلة كثيرة أيها الأحباب. محافظة هذا على الصلاة عمل صالح حقيقة، وإهماله لأهله وأبنائه وبناته عمل سيء. من هو السبب يا ترى؟ إبليس دائما عليه اللعنة، يريد إحباط العمل الصالح وإفساده. إبليس لاحظوا معي أيها الأحباب ماذا قال يخاطب رب العزة: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الصراع مع إبليس إلى آخر نفس لا ينقطع أبدا، لكن تلقى ردا قاسيا من رب العزة: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ما دام يستغفرونني والله نغفر لهم. لقاؤنا هذا أيها الأحباب في هذه الجلسة الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك هو لقاء استغفار. مجلسنا هذا في بيت الله عز وجل مجلس استغفار. هذا الحب الإيماني الذي يجمعنا هو حب استغفار. حين نتصافح بعد الصلاة هو تصافح استغفار. تلك أيها الأحباب بعض أنواع أقوام التي ذكرت في كتاب الله، فليحدد كل منا إلى أي نوع من الأقوام ينتمي، إلى أي نوع من هذه الأقوام ينتسب، وما مصيره قبل فوات الأوان. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصل اللهم على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المؤمنون الأفاضل، لاحظنا جميعا بعض أصناف الأقوام، لأن الأصناف كثيرة في القرآن، أصناف الجماعات. السؤال الذي يطرح الآن: فمن أي صنف كل واحد منا؟ وجودنا الآن كما ذكرت في هذا المكان المبارك، وجودنا في هذا اليوم المبارك، وجودنا مع كل الحاضرين معنا مع هذه الوجوه المؤمنة الطيبة المباركة يحدد ذلك. نعم، يحدد النوعية. نعم، الآن أيها الأحباب في هذه اللحظات بالذات نحن من نوعية ذكرت في كتاب الله عز وجل، فقط علينا أن ندرك ونداوم هذا من خلال قوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نحن إن شاء الله من هذا النوع. الحمد لله أيها الأحباب، ها نحن تجمعنا الأخوة، يجمعنا الإسلام، حتى الذي فارق ذات يوم إخوانه
وفارق الجماعة وغاب عنهم، حتى من لم يكن معهم هناك في الجنة يوم القيامة إن شاء الله نكون معا بإذن الله. أين هم؟ يسأل عنهم إخوانهم، يسألون وين، يفتقدونه. يا ربنا، يخاطبون رب العزة يوم القيامة، يا ربنا إخوان كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لم نرهم، حتى ندرك أن المؤمن الحق هو الذي يسعى لإنقاذ إخوانه. انقذ، وانت تلقى أخوك المسلم انقذه من الهلاك بكلمة طيبة، بنصيحة، بمعاملة، بتعامل. انقذه من الهلاك هنا أو هناك في الدنيا أو الآخرة. انظروا معي أيها الأحباب قيمة الأخوة الإسلامية التي تجمعنا، لا أخوة المصالح ولا أخوة الأطماع، لا أخوة النفاق والكيد والظلم. يخاطبهم الله عز وجل: اذهبوا وين؟ اذهبوا للنار وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من إخوانكم اخرجوه من النار، مجرد مثقال ذرة. حقا إنه الرحمن الرحيم. ولهذا قال الصالح العابد الحسن البصري رحمه الله: استكثروا من الأصدقاء، كثروا من الإخوان. دليل على التجمع، تخلوا حتى واحد يشد عن الجماعة. كثروا من الإخوان، استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، كثروا واجمعوا الشمل، فإن لهم شفاعة يوم القيامة. ثم أضاف وهو يعرف الأخ ويعرف الصديق: الصديق الوفي هو من يمشي بك إلى الجنة. هذا هو الصاحب الوفي. ولكي تذهب معه إلى الجنة هناك وسائل وأساليب. لا الذي يمشي بك إلى أعمال أهل النار، أخطاه، تجنبه، ابتعد عليه، انبذه. هو الذي يرفض أن تغتاب أمامه أحد، ينهاك عن الظلم. هو الذي ينصحك، هو الذي لا يجاملك في الحق، لا ينافق. هو الذي يأمرك بالجماعة، هو الذي يأمرك بالمعروف، هو الذي ينهاك عن المنكر. الصديق والأخ المؤمن الحق هو الذي يرفض أن تكون من القلوب الحاقدة الحاسدة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني، فقولوا: يا ربنا عبدك فلان كان يذكرك، كان يذكرنا بك. ثم بكى رحمه الله. فنحن أيها الأحباب نبكي عن تقصيرنا، هل نبكي من حين إلى آخر عن تقصيرنا في أوامر الله عز وجل؟ هل نبكي حين لا نقتدي بهؤلاء النماذج، هؤلاء النجوم الذين ذكرناهم؟ هل نبكي حين نعلم أننا مقصرون في دين الله عز وجل؟ هل نبكي حينما نعلم بأننا مقصرون في التزاماتنا بدين الله عز وجل؟ هل نحن نبكي حين نرى أقارب وجيران وأصدقاء بعيدين عن دين الله، أم لا يهمنا الأمر؟ ولهذا أختم بهذه الإطلالة السريعة في كتاب الله بما قاله أحد الشيوخ: نصيحتان لم أرد أن أحتفظ بهما لنفسي، فنفسي ليست دائمة. الأولى: لا تجعل يومك يمر عليك دون ذكر هذا الدعاء. دعاء مهم جدا، نحفظوه أيها الأحباب. داوم أولا قبل أن أذكر الدعاء، داوم على أوراد القرآن. تعاهد مع نفسك كل يوم على الأقل 10 15 نص ساعة يوميا مع القرآن الكريم، لازم نطلع عليه. تعاهد مع نفسك. داوم الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة هذا الدعاء الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال هذا الشيخ.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا حديث مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. 8 مهلكات مذكورة في هذا الحديث تعوذ منها. الثانية: لا تدع الناس يعرفون عنك سوى سعادتك، انشرح بوجهك للناس، لا تكن عبوسا، ولا يرون منك إلا ابتسامتك. فيها خير كثير الابتسامة، لأن الابتسامة في وجه أخيك المسلم صدقة مجانا، صدقة يكتبها لك ربي سبحانه وتعالى الابتسامة. فإن ضاقت نفسك فضت روحك في لحظات ما عليك ففي القرآن جنتك. روح للقرآن، افتح المصحف، اقرأ، تدبر. وإن آلمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك. ادعي ربي، هز يديك، تضرع لله عز وجل. وإن سألوك عن أخبارك ما تشكيش وما تتمسكنش، قل الحمد لله، فاحمد الله على كل أحوالك. في الختام أخي المسلم، تذكر معي أن عبادة الله كلها فائدة، والعبادة هي كل عمل وكل قول تقصد به مرضاة ربي سبحانه وتعالى فهو عبادة. ولذا سئل أديب: ما هي أجمل حكمة تعلمتها في حياتك؟ ما هي أجمل حكمة تعلمتها في حياتك أيها الأديب؟ فأجابهم. لنستمع إخواني ونعي ما قاله هذا الأديب: لي 70 عاما أقرأ وأطالع وأكتب ما وجدت أجمل من هذه. وشيء أيها الأديب، ما هي؟ إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها. تدبروا جيدا. إن مشقة الطاعة بما فيها من تعب ومعاناة، صلاة الفجر، قيام الليل، الصيام، كل طاعة فيها مشقة تذهب ولكن يبقى ثوابها. وإن لذة المعصية، أي معصية تديرها، تذهب ويبقى عقابها. أعيد: إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، وإن لذة المعصية تذهب ويبقى عقابها. فانظر أيهما تختار لنفسك. في الأخير أخي المسلم، افعل الخير مهما استصغرته ولو بكلمة طيبة، فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا رب أكرمنا لنكون من المتقين. يا رب أجعلنا من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا رب أجعلنا من القوم المفلحين الذين ذكرتهم كثيرا في كتابك. جنبنا يا رب كبائر الإثم والفواحش، لا تجعلنا من المستكبرين. يا ربي تب علينا، اغفر ذنوبنا، طهر قلوبنا من الغل والحسد والبغضاء والكراهية. اللهم يا ربي نسألك ونتوسل إليك في يومنا هذا بالصلاة على النبي. اللهم كل من حضر مجلسنا هذا اغفر له ولوالديه. يا ربي اكرم سجوده، حقق آماله واذهب آلامه يا ربي، وارضى عنه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.